عرفتوا داك الشيء هو اللي كتنوضوا مشهيين تصوبوها وتاكلوها وفي الاخر كتحطوها في الثلاجه تبرد كتجيو كتلقاو مالين الدار كلاوها. هذا الشيء اللي وقع ليا اليوم. شهيت اختي هذا الشيء هو اللي بلا فران حطيتها في الثلاجه جيت لقيتهم كلاوها ليا. اول حاجه بالنسبه للكريمه كناخذوا الليمون كنضيفوا عليه النشا والسكر المقادير مضبوطه غتكون مكتوبه لتحت. كنخلطهم مزيان فوق البارد عاد كنديرهم فوق البوطه كنبقى نحرك حتى كتعقد ليا. من بعد ما كنحيدها من فوق البوطه كندير لها هنايا شويه النكهه اختياريه سواء ديال الحامض اولا ديال الليمون. كنخليوهم يبردوا وكندوز هنايا كناخذ الحليب مع شونتيي وكنطلعو مزيان. بعد ما كنطربو مزيان وكيطلع ليا كنضيف عليه هنايا واحد الفرomاج فري تقدروا ديروا اي فرomاج عندكم صافي وكنطرب الكل مزيان حتى كتولي عندي الكريمه عاقده بهذا الشكل. هنايا كندوز كناخذ اي بسكوي كيعجبكم. خديت هنايا البيريك صغير هذا الموز صغير صافي وخديت العصير ديال الليمون بديت كندير فيه البسكوي وكنغطس وكنحط كيف ما كتشوفوا. دزت هنايا الكريمه من بعد ما بردات ليا ديال الليمون زدت عليها لا كريم شونتي وخلطت الكل مزيان ودرتو فوق البسكوي دخلتها الثلاجه شدات في راسها واحد شويه. بعد ما خرجتها درت ليها الفوق من داك لا كريم ديال الليمون صافي وقدموها بالصحه والراحه. انا جيت لقيتهم كلاوها ما صورت لكم الريزولطا فينال. هادشي اللي عطا الله بصحتكم وراحتكم.